عليكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات آدم إيلين. جيت اليوم وجبت لكم طاولة اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك. نتمنى خياتي يعجبكم الوصفات اللي قدمتهم، نتمنى تجربوهم. ما تنساوش بيان سور كي العاده والعوايد سبسكرايب لايك وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. اليوم كما لاحظتوا حضرت درت الدجاج كما لاحظتوا مشابيع على شكل يعني درتو يعني شويتو مع الخضر، ودرت شريبه الله الله، درت شرموله ديال ليزابا ولا صلاد واللحم الحلو. كنت ديجا قدمت لكم الوصفات ديالهم من قبل. نروحوا للمقادير عفوا وطريقه التحضير. كيفاش يعني حضرت الشرموله؟ بديت يعني اول حاجه نقيت هذوك ليزابا، غسلتهم بالخل والملح الله الله، وجبت حطيتهم في مقله كما راكم تلاحظوا. حطيت عليهم نصف ملعقه كبيره ملح، وحطيت نصف ملعقه كبيره لي زيبيس تاع يعني ليزابا. حطيت كميه من الزيت كما راكم تشاهدوا خياتي، ونحطهم فوق النار يتقلاو كيف لاحظوا بعد ما تقلاو لي مليح هذوك لي زابا، نجي الان نمرق بالماء. لاحظوا يعني وضفت عفوا ثاني ملعقه كبيره ديال الطماطم المصبره ونخليها يعني طيب في غرضها. نروحوا لثاني طبق اللي هو الدجاج. كنت ثاني غسلته بيان وقطعته يعني دي تي مورسو صدر الدجاج بيان سور. ونجي الان ماريني. كنت ضفت توابل الدجاج نصف ملعقه كبيره لا موتارد، ملعقه كبيره طماطم مصبره، نصف ملعقه كبيره ملح، ونضيفوا يعني قيس 3 مغارف زيت و3 مغارف عصير الليمون، ونخلط كامل هذيك الماغينات كيف تحبوا تزيدوا زعيت راه ثانيت تجي يعني بنه ما شاء الله. خلي هذيك الماغينات تدخل مليح في الدجاج ديالي، يعني نحطها في الثلاجه حتى يعني يتمارينا مليح هذاك الدجاج. ابري نجيب كنت قطعت هكذا طماطم كما راكم تلاحظوا دي بتيدي مع الفلفل، ونبدا نعمر في هذوك الطريق تاع الشوا كما راكم تشاهدوا. انا راح نشويهم يعني في الكوشه. لاحظوا يعني هذه الكميه دارت لي قيس 5 ولا 6 مضارب كما راكم تشاهدوا خياتي، بما انه انا العائله ديالي صغيره يعني كنت درت كميه قليله. لاحظوا واش نقول لكم، هذا يعني بنه ما شاء الله ولا اروع. نوعوا شويه يعني لوليداتكم، ماشي يعني تذبحوها غير دجاج محمر كما نقولوا جوازات فوميو، يعني تبدلوا هكا سورتو اللي عندهم وليداتهم يصوموا يحبوا هذا الصوالح وهذا التقلاش. كنت قطعت ثاني شويه بطاطا كما راكم تلاحظوا، فلفل طماطم، وخلطتهم يعني بيان في هذيك الماغينات اللي بقات لي يعني من الدجاج. خلطها بيان ونحطها يعني في مع هذاك المطارق الشوا اللي كنت حضرتهم. لاحظوا ونخليها يعني شويه ثاني واحد نص ساعه ولا، ومن بعد نجي ندير يعني قيس نص كاس ديال الماء باش يعني يطيب فيه هذاك الدجاج، ونغطي يعني البلاط ديالي بورق الطهي وندخلو يطيب على درجه حراره 180. ما يشدش يعني بزاف الطياب ديالو ويجيكم ما شاء الله. يعني تدخلي الفرشيطه يعني في الدجاج تصيبيه طابه سي بون، طفي على الطبق ديالك. وبهذا يعني نكون يعني كملنا تحضير الطبق الثاني، وراح نوريكم يعني كامل الاطباق على طاوله الافطار ان شاء الله. نروحوا الان للتحليه. لازم نديروا التحليه باش يعني بعد الافطار نحلو الله الله، وسورتو التحليه لازم تكون بارده. راكو عارفين مور الفطور نحبوا يعني ناكلو حاجه حلوه. نروحوا للتحليه. كنت درت لكم تشيز كيك. اول حاجه ضفت كاس ديال الشونتيي مع كاس ناقص اسبوع حليب. نطلعهم يعني كيف بالباتور حتى يعني نتحصلوا على كريمه. فيما بعد نجيبو كاس ديال كريم فريش ولا عوضي يعني بزوج بطاط تيسويس، هذاك يعني اللي جاي مستطيل يعني 200 مليلتر كما راكم تشاهدوا خياتي. نبقى ثاني تنظيف غير بالعقل ونكمل نطلع بالباتور. فيما بعد يعني جبت زوج بطاط ديال ذوق الكراميل، حطيتهم ثاني فوق هذيك الكريمه، ونبقى نطلع ثاني حتى نتحصل على قوام يكون شايد روحو. الياغورت ديري نتي اي ذوق كنتي حابه يعني ديريه. انا خيرت الكراميل وانت يعني خيري واش حبيتي، وثاني واش يحبوا العائله ديالك. نحط هذيك يعني الكريمه بتجيه بعد ما نكون يعني حضرتها، ونروحوا يعني نحضروا الطبقه الاولى اللي هي يعني عباره عن بسكوي. ثاني نرحيه في
الاشوار، ونجي يعني نبسو بالزبده. وصفة التشيز كيك هذه ناجحة ناجحة و100%، ويعني تجي بزاف بنينة، وعلى بالي راح تعجب وليداتكم، وعلى بالي راح تعجب الازواج ديالكم عائلاتكم، وسورتو تحبي ديريها كتكون يعني مثلا عارضة عائلة كبيرة راح توالم باسكو راح تقطع لك. كيما قلت لكم بعد ما نحضر الكريمه ديالي نروح للبسكوي. اختاري اي نوع يعني من البسكوي يعني حبيتي ديريه كطبقه اولى، يعني نرحيه مليح ونكون ديجا ذوبت كميه من الزبده باش يعني نبسو مليح. التبساس تاعو لازم يعني يولي لكم كيما الرمل المشمخ، هذاك سي بون. ونروح يعني نحطو كطبقه اولى في السيرسو ديالي. انا كنت اخترت لكم سيرسو ديال القلب، وانتي اختاري اي يعني نوع من السيرسو كان عندك كيما حبيتي اختي. يعني توجور نقول لكم ديروا، انا يعني نعطيكم الفكره تاعي وانتم يعني ديروا واش كان عندكم يعني دوزان ولا مقادير نتوما وذوقكم وانتم يعني طريقه التزيين ديالكم. شوفوا كيفاش ولا لي يعني هذاك البسكويت ديالي. نحطوه كما قلت لكم كطبقه اولى ونسويلو بيان الوجه ديالو حتى يعني يولي لي ليس. يعني الطبقه لازم تولي كامل جايه كيف كيف باش يعني ما يجينيش عوج التشيز كيك ديالي. لاحظوا كيف سويت له الوجه ديالو. ندخلو على الاقل 10 دقائق حتى ربع ساعه للثلاجه باش يعني يشد روحو مليح، باش نحط فوقو هذيك الكريمه اللي كنت سبقت وحضرتها معاكم. شوفوا كيفاش راني ليسي فيه. الان نجي نحط فوقو هذيك الكريمه ثاني نحط غير بالعقل. يعني لازم تكونوا تخدموا كما نقولوا تو دوسمون باش الخدمه ديالكم تجي متقونه. وماذا بكم هذا التشيز كيك لازم يبات على الاقل ليله كامله في الثلاجه. اذا كنتي مزروبه عندك ديريه في المجمد ساعه، وفي الثلاجه يعني عادي ديريه 4 سوايع، وفوميو تخليه يبات خير باش يعني يبقى شايد روحو ويعني ما يتخسرلكش الشكل ديالو. يعني ما تنحيش هذاك السيرسو كما نقولوا يبات من غداك تنحي السيرسو باش يعني تكملي لا ديكوراسيون تكون يعني الكريمه نشفات الكاطو هذاك شد روحو. لاحظوا انا الان راح ندخلو للثلاجه. انا خليته بات ليله كامله. بعد ما بات ليله كامله نجي الان نديمو ليه. لاحظوا فاسيلمون ماهيش حاجه كبيره. تواسيه هكذا بالموس ولا تجيبوا يعني شاليمو تواسيه هكذا في هذاك السيرسو يعني راح يتنحى لك فاسيلمون ما تخافي منه ما والو. يعني ما شاء الله شكله فريمون جا راقي وشباب. شوفوا يعني تقدري ديري حتى اللي يكون عندها لانيفرسير ديالها في هذا رمضان يعني دير هكذا تشيز كيك على شكل شوفوا قلب فريمون يعني يوالم المناسبات. نحي هذاك السيرسو ونجي الان كنت درت في دي بوش هكا شوكولا اتارتيني. عندي اوبتيلا وعندي هذه المرجان هو يعني تلاحظوا فيها اني حاطتها قدامكم. وندير هكا خطوط كما راكم تشاهدوا. والتزيين كما نقول لكم توجور يبقى لك سيدتي كالعاده والعويد يعني زيني بواش كان عندك وزيني يعني على حساب مقدورك وعلى حساب يعني الذوق ديالك. كل وحده كيفاش تحب يعني ديكوري. كاين تحب ديري فخوي، كاين تحب دير فوغاج، كاين تحب تذوب شوكولا. كل وحده كيفاش. انا اخترت لكم هذا التزيين وان شاء الله يا خياتي تكون يعني عجبتكم التحليه تاع نهار اليوم. وبهذا خياتي نكونوا كملنا التحليه اللي راح نحطها في طاوله السهره ان شاء الله. فريمون غير فرحوا بزاف بها وليداتي ومام الزوج ديالي عجباتو حتى انا ونغجات يعني فريمون ما شاء الله. نتمنى خياتي تجربوها وتنال اعجابكم. نروحوا الان لطاوله الافطار ديالي. ان شاء الله يا خياتي تعجبكم وان شاء الله يعني تجربوا الوصفات ديالي. وكما قلت لكم اي وحده عندها بروبوزيسيون يعني واش نحط لكم اطباق في هذا الشهر الفضيل تحط لي في التعليق. راح يعني ندير برايكم وندير يعني الاطباق اللي راكم تحوسوا عليهم. لحقنا نهايه لا فيديو. نتمنى الوصفات تاع نهار اليوم يكونوا عجبوكم. نتمنى تجربوهم خياتي. ما تنساوش بيان سور كالعاده والعوايد تشتركوا في القناه ديالي سبسكرايب لايك وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد وتبارطاجيو لا فيديو للاقارب والاصدقاء. نتمنى يا خياتي الوصفات يكونوا يعني عجبوكم. اي وحده كما قلت لكم عندها طبق ما ينجحش معاه ولا تحط لي في الكومنتير وراح نديرو لكم باذن الله. مع السلامه خياتي في وصفات اخرى ان شاء الله. صحة فطوركم صحة يعني سهرتكم. وما تنساوش خياتي العبادات ثم العبادات يعني ماشي ندوها غير ثياب وماكله. لازم ثاني ننظم وقتنا نقراو القرآن صلوا التراويح. هذا يعني شهر العبادات. وان شاء الله يا خياتي ربي يوفق كامل
الأخوات اللي راهم يعني يتابعوا في القناة ديالي. مع السلامة خياتي، في وصفات أخرى إن شاء الله، et à la prochaine.